السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم الوصفه تاع الرشطه. الوصفه تاع الرشطه بلا من غير تكلفه، بلا ما تجيب هذوك السرابت باش تعملها تنشف ما والو. طريقه سهله، دوك تشوفوني كيفاش نشفتها. تبعوا معايا لا فيديو التالي باش تفهموني. هنا الحاجه الاولى اللي نعملها في باسينه، عملت 500 غرام تاع سميد رطب، زدت عليه 250 غرام نتاع فارينه. حاجه باينه في زوج، الفارينه والسميد غربلوهم في زوج، كيس سميد كيس الفارينه. كيس هذيك المعلقه الصغيره تاع الملح، زدت لها شويه ما باش يذوب، وبديت نلم هنا في العجينه. هنايا العجينه لازم تكون كتلمها بالماء، ما تكتر لهاش الماء، ما تعملهاش طريه، لازم العجينه تجي ابطه راسها، تجي اصحى شويه. علاش؟ باش كي تكون تفوتها في الماشينه تاع الكريواش ما تبقاش تلصقلك، وأمام طون ميم كي تعملها مجاريه شغل تولي تغبن فيك، تولي كي ترفد كي تفوتها في تاع الرشطه تولي تجيك كيش نقولوا نتينا تجبد، وهي تاع هيديك تهبط لك تغبنك بالبزاف. هنا العجينه لازم تكون ابطه راسها. كما كنت تشوفوا فيا انا اللي نلم فيها أمام طون راني نعجن فيها. كاين ناس بزاف يقول لك العجينه عفوا تاع الرشطه لازم تنعجن، ونقولوا حسن تدلكها غايه الغايه. انا هنايا العجينه تاع الكريو تاع عفوا تاع الرشطه عقلي راه غير في الكريوش. ما العجينه تاع الرشطه ما ندلكهاش بزاف، جوست شغل نسيه هكذاك، شغل نليسي هذيك لاباط، ومن بعد نحطها على جهه نخدم فيها ديريكتومون. كما كنتوا فيا هنايا انايا راني مسرعه شويه لا فيديو، وبصح ما نقولوا هنايا ما درتهاش بزاف، ما دلكتهاش بزاف. هنا من بعد ما دلكتها شويه نلم هذيك العجينه كما نقولوا حربوش، ونبدي نقسم فيها هكذاك بالخدمي هكذا كما كنتوا فيا، نحطهم على جانب هكذا. تحبوا تبوليوها تحبوا ما تبوليوهاش نتوما حرين. انا كنت نعملهم غير هكذاك غير ابيبري ونحط خرج دوك نحلها، تشوفوني كيفاش غادي ماشي نحلها. هنايا باش نحلها نجيب، كاين اللي يعمل المايزينا والفارينه، انا في هذه المرحله نعمل غير المايزينا. نجيب الماشينه تاع الكريوش تاعنا ونبدي نمونطي فيها. كي نمونطيها هنايا كي نبدا باش نحل العجينه تاعي، نفوتها في 3 نيميرو، نحلها بالوراق تاعي مليح، ونقولوا نرقاها شويه، ومن بعد نفوتها في 3 نيميرو. هاد 3 نيميرو واسمهم النيميرو الاول نيميرو 3 تحلها في 3، تحب تطويها وتعاود لها في 3 كيما تحب. انا ما نطويها ما والو، انا كيما نحلها هكذا نفوتها ديريكتومون في نيميرو 3، ومن بعد نفوتها في نيميرو 6، ومن بعد في نيميرو 9. هنايا باش نوضح لكم حاجه، كي نعمل المايزينا في الاول ونحلها في الماشينه نفوتها في 3، ما نمشيش نعاود نزيد لها المايزينا، نو. المايزينا نعملها غير كي نحلها بالوراق، ومن بعد كي نعملها في الماشينه نكمل هكذاك، ما نعملها لا مايزينا لا والو، نفوتها في 3 من بعد ديريكتومون نبدل النيميرو نفوتها في 6، من بعد عاود نبدل النيميرو ونفوتها في 9. كي نكون نفوت فيها في 9 ناسيي نجبد العجينه، ناسيي نجبد العجينه كي نكون نفوت فيها في 9. هنا نعمل كيما راكم تشوفوا فيا دروا حاجه غريبه بصح حاجه كما نقولوا تساعدك بزاف. تمشي تجيب السيشوار تاعك وتبدا تنشف العجينه تاعك غير بشويه. هنايا باش تقصيوني على الحراره تاع السيشوار لازم يكون دافي، عملوه سخون وبدات تنشف هذيك العجينه. انا هنايا شغل كنت نجمت نعلي العجينه باش نشفها، بصح انت كيما مبتدئه ولا باش تغبنك اوتوماتيكمون راح تغبنك العجينه. احسن تعمل تحطها فوق الطابله ولا البلون طرافيل تكون تخدم فوقه، سرحها كامل وبدا بيدك تقبط العجينه. دوك نوريكم كيفاش تبدا تقبط بيدك العجينه وتنشف فيها. شوفوا انا العجينه هنا نلعب فيها كيما نحب، على خاطر علاش؟ خاطرش العجينه راها قاصحه، لو كان جات العجينه طريه تغبني، بصح كي تكون قاصحه تلعب بيها انت كيما تحب. هنايا كما تشوفوا فيها راني سرحتها فوق الطابله وبديت نشف فيها بالسيشوار. كي تقول لي هنايا السيشوار تنشفها غير من جهه، ما تنشفهاش من الفوق ومن التحت. السيشوار تنشفها غير من الجهه الفوقانيه. كي تنشفها من الجهه الفوقانيه حسن تعمل هنايا تجيب هذيك العجينه تعاود تقلبها. هنايا لا فيديو كان راح لي، تقلب العجينه وتبدا تطلي فيها بالزيت، تطليها ما تكثرش الزيت بزاف، خاطرش من بعد تعاود تبقى تفوت فيها في الماشينه يبقى داك الزيت نقولوا حنا يصفى في الماشينه ويبدا تاطرو كامل. ما تكثرش فيها الزيت، عملها غير ابري هكذا مسحها شويه بالبانسو وفوتها في العجينه في الماشينه عفوا نتاع الرشطه. هنايا كي نعملوها في الماشينه تاع الرشطه نقبطوها في التالي. كي نحطوها في الكسكاس ديجا كنا موجودنا دراو كسكاس. كي نعملوها في الكسكاس لازم
لازم لازم لازم كي تحطها مدوره، اوبليغاتوار كي تحطها في الكسكاس لازم تحطها مدوره. بون هذاك اللي تهرسوا لك في التالي ولا يطيحوا لك ولا يكونوا قصارهم باش تشطبطهم، هذوك معليش، هذوك خليهم يطيحوا. انا هنايا في الاول ما عملتش الطبسي بصح من بعد دوك تشوفوني عملت الطبسي باش ما نتغبنش. كي تحطوا كي يطيحوا لك فوق الطابله ولا نورمال حطهم عاود حطهم في الوسط، كما نقولوا ما تحطهمش فوق العجين اللي يكون مدور. هنايا حنا نخدموا بصح عيننا على الكسكاس، هي راها طيب بصح عيننا على الكسكاس. دوك راني نحل في العجينه وخطره خطره نمشي لهداك الكسكاس كي تبدا تفور نبدي بالفرشيطه غير من فوق هكذا داك شغل كما نقولوا حنايا نعلي غير العجينه غير بالشويه، ما نعليهاش كاع باش ما نهرسهاش، شغل نعليها غير بالشويه هكذا باش نحل الرشته تاعي. هنا كما كنت تشوفي راني نعاود نعمل في العجينه الزاوجه. عفوا راني نحل فيها و ميم طون عيني على الكسكاس. هنا سما عملت كطريقه تانية، تدهن مليح مليح هذيك العجينه بالزيت ومن بعد تقلبها فوق الطابله وتبدي تنشف فيها بالسيشواق. هي كيف كي الطريقه الاولى كي الطريقه الثانيه ناجحه. انا هنا طلتها بالزيت ومن بعد نقلب العجينه كما تشوفوا ها قلبت العجينه من بعد نعاود نبدي نشف فيها بالسيشواق. بصح كي تنشفها بالسيشواغ لازم تتاكد باللي العجينه تاعك نشفت فريمون نشفت. كي تحط يدك فوقها من الفوق هكذا تحسها باللي العجينه شغل كما نقولوا حنايا راها يابسه من الفوق، راها يابسه، ماشي كما نقولوا نعملها غير شويه سيشوار من بعد نقول صاي راها ناشفه نعملها. نو لازم تنشف مليح بالسيشوار من الفوق. بلاص اللي نعمل كما نقولوا حنايا سربيطه كما كانوا يعملوا بكري ويحطوها تنشف هكذاك كما نقولوا حنايا نسرح العجينه قدام عجينه ونخليها تنشف. هنايا هاد الطريقه اللي وريتها لكم خير كما نقولوا انت راك تخدم وتنشف و ميم طون راك طيب. ما تجي تكمل العجينه تاعك تكون تكملت كامل الرشته تاعك طيبتها وعملت لها كلش. هنا كما كتشوف فيا هنايا حليتها نشفتها ومن بعد نمشي نفوتها ديريكتومون في العجينه في الماشينه فوان تاع الرشته. هنا هذه جاتني شويه طويله باسكو العجينه جاتني شويه طويله. دو بريفيرونس كي تخرج لك العجينه طويله ما تقصهاش ما تقسمهاش، خليها هكذاك فوتها خير باش تجيك الرشته تاعك طويله كما انا راني فوتها هنايا. شوفوا شحال جات الله يبارك طويله هكذا. نروح نعاود نلويها في الكسكاس كيف وهذيك طاحت لي في الارض نحطها في الوسط نورمال ما عندها حتى مشكل. هنايا شوفوا الرشته تاعي ما شاء الله كيفاش خرجت لي بزاف شابه والله ما تكسر ما تتعجن ما تحسها ما نقولوا حنايا معجنه ولا تشوفها مهرسه ولا والو. لا الرشته تاعك كيما تحطها في الكسكاس كيما ترفدها. هنا نمشي بدي نعاود نكمل العجينه اللي بقات لي. الناس نعمل دو بريفيرونس قبل ما تفوت كامل في الماشينه ولا تفور هنايا تعمل حط العجينه حلها كامل كما كنت تشوف فيا هكذا. عمل مايزينا وحل العجينه تاعك وحط وحده فوق وحده وحده فوق وحده بصح راها شويه كما نقولوا باش تفوتها ديريكتومون في الماشينه تجيك الطريقه سهله. هنا كما كنت تشوف فيا انا نحل ونحط وحده فوق وحده ونخليهم على جهه. من بعد نبدا نعاود نحل فيهم في الماشينه نفوت ديريكتومون في الماشينه تاع الكريوش ومن بعد في الماشينه تاع الرشته ونحطهم يفوروا. هنايا شوفوا كيفاش تفور لي هذيك الرشته. شوفوا فريمون تجي طويله وتجي بزاف شابه وما تكسر ما والو ما يصرالها والو. كي عملوا طريقه انا نقول لكم عليها والله ما يصرالها حتى حبه. هنا نكمل نفوت العجين تاعي كما كنت تشوفوا في 3 من بعد في 6 من بعد في 9 ونسيي او ميم طون لكم شغل العجينه جبدها شويه باش تجيك الرشته تاعك تجيك رقيقه وتجي شابه. هنايا شوفوا كيفاش راني نعمل ممكن تكون تحط فيها في الطابله جبدها شويه ما يصرى لها والو. هنا نعمل الزيت ومن بعد نقلبها ومن بعد نشفها ومن بعد نفوتها في الماشينه. نعمل الزيت من بعد نقلبها ومن بعد نفوتها في الماشينه. هاد الطريقه تانيك سهله. انت تحب تنشفها من بعد تطلي زيت ولا تحب تعملها زيت ومن بعد تنشفها سي كيف. هنايا كي تكون فوت كامل العجينه تاعك الطاوله تاعك مالغري تزيت حتى تعمل هكذا الطابله تاعك تزيت لا بلون طرافاي شغل ما تخاف كي تكون كما نقولوا هنا قاعده تحل في العجينه ومن بعد الزيت تاعك يطلع في الطابله من بعد لازم تمسح باش تعاود تكمل العجينه تاعك. ما كنت تشوف فيها انا نكمل لا كونتيتي اللي بقيت لي هنايا ومن بعد نوريكم في التالي كيفاش خرجت لي الرشته تاعي. ان شاء الله يكون الفيديو هذا تاع اليوم استفدتوا منه وتكونوا ان شاء الله ما كنت خفيفه عليكم. ان شاء الله تنجحوا فيها كما نجحت فيها انا تاني وان شاء الله تدعوا لي برك
نتمنى انكم تجربوها وتخليو لي ارائكم وتعليقاتكم. حاجه باينه، التعليقات تاعكم هما اللي يحفزوني ويخلوني نكمل في هذا المحتوى ان شاء الله. وان شاء الله نزيد نجيب لكم وصفات اكثر واكثر بمناسبه الشهر الفاضل اللي راه بقاش بزاف ويدخل علينا ان شاء الله وعليكم بالرباح ان شاء الله. نزيد ندير لكم مملحات، نزيد ندير لكم دي سوب، ندير لكم بوراك، ندير لكم ديول ان شاء الله. في الخطره الجايه ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله يكون تاع الديول ان شاء الله لشهر رمضان، كيفاش تخدمي الديول بالطريقه التقليديه، وكيفاش تقدري تخبيه، وكيفاش تحتفظي به، وكيفاش ان شاء الله. يا ربي يخلينا على خواطرنا، ونحط لكم لا فيديو ان شاء الله، نحضر معكم الديول ان شاء الله ونوريه لكم كيفاش بطريقه سهله. باش ما تبقاي تشري حتى حاجه من برا. ماذا بك نتيا لو كان تبقاي ديري صوالحك في دارك، خير ملي تمشي تشري صوالح من برا بالك ما تعرفيش كيفاش راهم مخدومين، ولا كيفاش، ولا نقي ولا ماشي نقي. دو بريفيرونس ديريهم في دارك وتكوني مهنيه. هنا شوفي مليح، دوك نوريلك كيفاش تحطيها اكزاكتومون في الكسكاس كي تكون طفور. بدي العجينه كيما ربطتها هكذا انا، من بعد حطها هكذا ولويها هكذا، كون نقولوا حطها مدوره. هذه هي الطريقه الناجحه، وهذه هي الطريقه اللي تاكدي 100% باللي تحضريها ومش راح امبوسيبل ما تخرج لكش هاد الرشده، من المستحيل لا تسرعش ما تخرج لكش هاد الرشده. تبعي برك الخطوات ان شاء الله كنت خفيفه عليكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. كما وعدتكم الفيديو الجاي ان شاء الله هو طريقه تحضير الديول في الدار، على الطريقه التقليديه كما نقولوا حنايا العجين، الديول تاع العجينه تاع الدار، ويكون ناجح ان شاء الله 100%. ان شاء الله تسيوه وتردوا لي بالخبر. خليو لي كما قلت لكم كومونتير، واللي ماشي مشتركه تشترك، وتهلاو في رواحكم والى اللقاء.